السلام عليكم. وصفتنا اليوم كيكة سهلة وطيبة. نبدأ بالمكونات. بسم الله الرحمن الرحيم. منضيف حبتين بيض بهارات المطبخ وبخفوهن مدة دقيقة. طبعا هون بس بنخفق البيض. عنا وصفة كيك سهلة وطيبة بنكهة القهوة السورية للعشاق اللي بحبوا القهوة. كيكة طيبة وسهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما خفقنا البيض مدة دقيقة بضيف عليها ظرف من الفانيليا. برجع بخفق شوي وبرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هون عم نخفق الفانيليا والبيض. هون رح نضيف نص كاسة سكر. طبعا السكر حسب الراوي، فيك نضيفوا كاسة. أنا هون ضفت نص كاسة سكر حسب الراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا رح أخفق البيض والسكر الفانيليا ليصير معي قوام كريمي مثل هي الكريمة. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي على القوام. كيكة سهلة وطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها رح ضيف كاسة الزيت. برجع بخفق مدة دقيقة تانية. طبعا خفق البيض والسكر كتير مهمة، نقطة مهمة كتير. قد ما خفقنا البيض والسكر بطريقة منيحة، قوام منيح مثل قوام كريمي صارت معنا، هون تطلع الكيكة كتير ناجحة معنا وطيبة، تنفش كتير معنا منيح. طبعا هون النقطة المهمة البيض بحرارة المطبخ لازم تكون. بسم الله وما شاء الله. هون رح أضيف كاسة حليب. طبعا حليب كمان رح تكون بحرارة المطبخ. برجع هون بخفق شوي الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكريم. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. هون رح نضيف معلقة صغيرة من القهوة السورية، قهوة سورية مطحونة، بخفقهم كمان. بسم الله وما شاء الله. شكرا على التعليق الحلو وعلى اللايكات الحلوة. بتمنى ما تنسونا من اللايك والاشتراك، والله يسعدكم ويوفقكم جميعا يا رب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طبعا هون احنا نخلنا 3 كاسات طحين. اهم شي الطحين لازم يكون منخول. نفس الكاسة اللي بضفنا فيها سكر والبيض، سكر والزيت، نفسها بنضيف طحين 3 منه، 3 كاسات طحين. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. هون بنضيف طبعا الطحين لقسمين. بعد ما ضفنا الطحين ما بنخفقه كتير. بسم الله وما شاء الله. عندي هون 3 كاسات طحين منخولين، بنضيف عليها ظرف من خميرة الكيك. بنحركن شوي. بنضيف الطحين على قسمين. ما بنحرك. بعد ما ضفنا الطحين بالخليط ما بنخلط كتير، بنخلط شوي بس. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله وما شاء الله. اللهم صل على النبي. كيكة سهلة وطيبة، كيكة للعشاق القهوة اللي بحبوا القهوة فيون يعملوا هاي الكيكة سهلة وطيبة. بسم الله وما شاء الله. هون
قوام جاهز، قوام ما شاء الله اللهم صل على النبي حلو. جهزت معنا خليط الكيك، بسم الله ما شاء الله. طبعا هون أول ما بدأنا بالوصفة من شغل الفرن على حرارة 180 45 دقيقة، ما ننسى الفرن أهم شي. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. هون أقلب الكيك ندهنه بالزبدة، وإذا بتحبوا فيك ندهنوها بالزيت كمان. بدهنها نص معلقة صغيرة زبدة. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. بنضيف الخليط، ما ننسى بعد ما ضفنا الخليط مندقها كم دقة ليطلع منها الهواء. تنفش الكيكة كتير منيح. بسم الله الرحمن الرحيم. خلطت الكيك جاهزت معنا. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هون أنا رح زينها بالفستق، فيكن تحبوا بأي شي بتزينوا فيه، بنزينها بالفستق. وإذا فيكم ما بتزينوها بشو تيفوها ساعتها. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. طبعا هون كيكتنا جهزت، ندخلها على الفرن. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بعد ما طلعناها من الفرن هي وسخنة بنقلبها تطلع معنا بكل سهولة. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا في قطع طوة هي باردة، في قطع طوة هي سخنة، بتقدموها مع فنجان القهوة. كلك صحة وهنا. وصفة طيبة وسهلة، بتمنى عجبتكم وصفة. لا تنسونا من لايك والاشتراك. وهي وصفتنا لليوم. طبعا هون أنا رح زينها كمان بزبدة الفول السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم.